يا ترى اللي جاي هتبقى ايه؟ محدش عارف، ولا راغب كله علامه؟ وقته ولا راغب علامة. هو الجو اللي بيخليك تحس، يعني تعرف زي ما انت تدخل مطعم وانت عايز تاكل، اليوم نفسك ببيتزا وبكره نفسك بكافيار، بالضبط. هو انت بس الجو بيحتم عليك انت عايز تاكل ايه. صدقني انه الاغاني نفس الطريقه. النهارده انا عايز اصور ايه، حاسس بايه، بسمع الاغاني بلاقي دي لا دي لا دي كده. عشان كده بقول لك انه حتى راغب علامه مش هيعرف الا وقت اللي بيجي التصوير. لا، بتيجي ظروف التصوير، بعدين بتلاقي نفسك انت قريب للغنوه هاي هلا، لانه في شمس وفي بحر صح، جايز. في مود وبعدين تاني. لما تيجي لها غيمه شوي هيك يتغير المود، وانت رايح بمكان تاني، قاعد بعربيه تانية بتسمع الاغنيه تقول لا انا عايز اصور دي دلوقتي مثلا. عرفت؟ كلها مزاجيات هيدي، انت ومزاجك. انت طلعت في الاغنيه وانا وياك بشخصيتك الحقيقيه، يعني شخصيه مطرب معروف. والفكره دي جت منين؟ المخرج؟ خضر اكثر من المطرب، مم. من اكثر من المخرج. المخرج. طيب، هو المخرج اللي انت جبته مخرج اجنبي. مم. ازاي يقدر المخرج الاجنبي يحس الاغنيه ويحاول يطلع شكل الاغنيه في الاخر بالشكل اللي طلعت بيه؟ هو حابب الغنوه جدا، هو حاطها في عربيته بيسمعها وبغني، هو مش فاهم بقول ايه، بس بغني معي وانا وياك حبيبي، بس الحابب يعملها حبيبي. عرفت كيف؟ هلا هو احنا ترجمنا الاغنيه طبعا، يعني هو فاهم الكلام، بس هو حابب الميوزك كتير وحابب يصورها. والمخرج ممتاز تيري فيرن، من المخرجين الفرنسيين المهمين جدا ومعروفين، وعامل لسيلين ديون، عامل يعني مصور حتى لسيلين ديون. فما كانش في صعوبة بالتعامل أبدا أبدا. طيب، انت عملت اغنيه ديو في الالبوم. نعم. كلمنا عنها شويه رغم. خضر قال لي اجتمعنا مع ناس وعجبتني هالبنت انه نجيبها معنا، وسمعت صوتها وشفت صورها. قلت له خلينا نشوف نسمعها. اجت لعنا وكنا بنشتغل باغنيه انت يا غالي. ف اجت على بيروت وبيوم واحد كملنا الاغنيه. يعني هي حطت البارت بتاع ما حبيناش نروح على الانجليش. يعني الانجليش يعني تبدو وكأنك انت رايح بدك تروح على العالمية بصوت صغير، ويعني وحشة الفكرة يعني. ما اندوشنا، كل واحد عايز يروح على العالمية. مش من افكار راغب علامه انه يعمل ما كده. حدش عايز يروح على العالميتين دايما على العالمية. ف هي مع انه هي ببريطانيا وبتغني انجليش، فطلبنا منها انه تغني بلهجتها الاساسية يلي اتولدت فيها، اللي هي اللهجة الإيرانية. وأنا كان سبق وغنيت مع مطرب إيراني اسمه أندي بعيش بلوس أنجلس، والإيرانيين يعني حبوا كثير ساساغوا الفكرة العربي إيراني، وحقيقة كان رد فعلها ممتاز. وكده صارت الظروف معلقة والأغنية تمت، يعني ما أخذتش كثير من الوقت. كتبت الكلام وغنته، وأنا سعيد بنتيجتها حقيقة. مين من المطربين الجداد بتسمعهم، سواء المطربين او المطربات؟ يعني اللي بيطلع قدامي على التلفزيون مفيش بحط حد؟ ميلودي بشوف. انت على كده بتشوف ناس كتير. ليك الاماكن اللي بقدر اشوف فيها، انا بسافر كتير وسفراتي مش بس عالم عربي يعني. فالاماكن اللي عندي وقت فيها بحط فعلا ميلودي، يعني من الميوزك شانلز اللي انا بحبها. هي كمان بتحبك قوي. الله يخليك. اكيد ما بحبش كل حاجه فيها، يعني في اغاني بتعدي بقول لا، وحتى يعني عرفت كيف ممكن تخليني اقلب المحطه واستنى الغنوه لا ترجع، لا يجيني حاجات مكانها. بس الفكر اللي قايم عليه ميلودي تشانل، ميلودي ميوزك وميلودي هيتس، بريحني كتشانل، بحب اقعد عليها. وممكن نكون قاعدين بنتغدى بناكل بنضحك وحاطين ميلودي، يعني بعيدا عن كتير من الميوزك تشانلز. يعني بالنسبه لي هي مفضله عندي. فبيمرق كتير اغاني حلوه بحبها، عربي وغربي، وعارف كيف.
دول بسمعهم، بكون بالعربية بدور الراديو، بسمع شو في جديد، يعني بقلب، بعمل زابينج، والغنوة اللي بتعجبني بعلق عليها شوي. في اغاني عجبتك لمطربين او مطربات خلال السنه اللي فاتت؟ في كتير، في زي كتير. ما تدخلني بأسامي، حيصيروا عرفت، ما تدخلني هيغيروا من بعض. يعني كأني أنا بطرب حدا، عرفت. عرفنا من مصادرنا الخاصه مم. انك اوقات كتير قوي من كتر سفرك وانشغالك بتكلم ولادك على النت، على الانترنت، على الشاتنج. بكلمهم بالتليفون شي 100 مرة، ولما يعملوا لما يكونوا على النت بشوفهم، فبحب أعمل معاهم تشاتنج. تحب الاسره يا راغب؟ تحب العيله واللمه؟ أحلى حاجة في الدنيا الأسرة، يعني المكان اللي بترجع فعلا بتعيش بسعادة داخلية، وبتحس بفخر، خصوصا لما تشوف عيالك. أنا متعلق بأولادي كثير ومعروف عني هالشيء. بعدين تلاقي أنت رايح كل الدنيا، آخر شيء في مكان لازم ترجع له، زي العصفور بروح بيرجع على العش بتاعه. ودي لسه عارفها بره أوي. لما كنا قاعدين. قوي، بس بتعب اللي معايا عشان احكي لما لنا بمشي. قصصك عن المشي. لا، اصل الشباب اللي معايا كلهم اصحابي بقى لهم زمان معايا، فبكون مثلا باي مكان في الدنيا، يعني بالبلاد يلي بقدر امشي فيها، خصوصا البلاد الغربيه يعني. فانا بدخل عندي سويت، بشوف الشباب، فبقول له انت وانت تعالوا معايا، بحط اسمين، فبروح الباقيين بيشمتوا بيهم، لانه عارفين ببصوا لرجليهم انه حييجوا ارمانيا. فاذا عايز اعاقب حدا مشيه ورايا. مشي معاك. لا مش معايا، اصل انا بمشي بسرعه، فهو لازم يجري ورايا. لازم يجري وراك. طيب بتنام كام ساعه تقريبا في اليوم ولا مفيش؟ بنام مش كتير ومش قليل، يعني الافرج 6 hours. قهوتك ايه؟ كابوتشينو. كابتشينو. دايما طيب. باخد كابوتشينو على الصبح. سؤال راغب علامه ما يعرفش اجابته لحد دلوقتي. ما يعرفش اجابته لحد دلوقتي. انا بسأل نفسي انت ايه، يعني بسأل راغب انت ايه، ما بعرف جاوب. مزيج من حاجات كتيرة، ما بقدر افصلها. مغرم يا ليل وتوأم روحي وقلبي عشقها، بيفكروك بيه يا راغب؟ بتاريخي. لما بتبص للتاريخ ده دلوقتي على مدار سنين طويلة من النجاحات، ايه اللي بيجي في دماغك؟ والله يعني مشوار ما كانش سهل، وبفكر دايما بالمشوار اللي جاي، مشوار في نجاحات وفي ورود وفي أشواك، وكان مش من السهل انك توصل لهالتركيبة، دايما تعمل أغاني تعلى عند الناس. يعني أصعب حاجة انك انت تعمل منتج الناس تجمع عليه. ف دايما بحس يعني هذا الاشياء مسؤولية عندي، بس انا ازاي حاعمل احسن منها، لانه لو اعمل اقل منها حكون ما اضفتش حاجة. فلازم نضيف اي شيء، وفكر بالمسؤولية اللي قدامي اللي عشان اقدر انتج هالاشياء. بس اللي بيريحني اني بشتغل بحب، هذا بخليني بيبعد القلق عني شوية، بيبعد شوية القلق. ف يعني وكمان زي ما قلت لك، يعني مشوار فيه ورود وسعادة، وفي أشواك وفي تعب وفي إرهاق وفي حروب وفي كتير، يعني مزيج من أشياء كتيرة.